مرحبا، رح نساوي اليوم كرات التمر باللوز. سخنت معجون التمر. بتحبي تسخنيه على الميكروويف؟ أنا سخنته على البان ماري، ما بدي أفقد القيمة الغذائية للتمر. رح أحط لمعجون التمر النكهة، رح أحط البهارات، رح أحط نص معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة صغيرة من الهال، بعدين رح أدعكم مع بعض كتير منيح. بعد ما خلصت من دعك العجينة في ايدي عم تلزق شوي، فرح احط زيت نباتي، رح احط حوالي 1 معلقة كبيرة من الزيت النباتي، بعدين رح ادعكم مع بعض كتير منيح. الزيت النباتي مهم مشان ما اخلي العجينة تلزق. اللوز كتير طيب مع التمر، فرح احط لوز مكسر، ممكن تحطي اي نوع تاني للمكسرات. رح احط حوالي من 2 ل 3 معالق كبار من اللوز المطحون، وادعكم مع بعض كتير منيح. هلا اذا حسيت العجينة عم تلزق رح احط كمان زيت نباتي. رح اقسم العجينة لقطع صغيرة، بعدين بدي اشكل الكرات. ذوبت الشوكولا على البخار او البان ماري. مستعملة بهاي الوصفة الشوكولا السودا المرة. رح اغطس كل دائرة تمر بالشوكولا، بعدين رح ازينها باللوز المفروم. هاي الاكلة كتير طيبة برمضان او مع فنجان القهوة الصبح، وكتير غنية بالفوائد لانه فيها التمر والمكسرات. ممكن استعمل نوع تاني من الشوكولا مثل الشوكولا بالحليب او الشوكولا البيضاء، بس التمر حلو فبدي اخفف شوي من حلاوة التمر، فرح استعمل الشوكولا المرة. خلصت كرات التمر، صحة وهنا. تابعوني لمزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سباي سيما، واهلا وسهلا فيكم للاشتراك بقناتي.